ايه الحاجه اللي انتي قلتي لي لا ما اجرب؟ حابة قوي نعرف حكاية التريجر التارجت، الكواليتي اوف بيبل وكواليتي اوف ستوريز. وايه اللي كنتي خايفة منه. بحب قوي الجمله بتاعت انا قريت قصه فلانه وادتني دفعه. طب والوحدة والاحساس، بتعملي ايه في الاحساس ده؟ طبعا اخاف من ربنا، اخاف من المرض، بس ما اخافش من اي حاجه تانية. ايه الحكاية اللي عايزة تقوليها للستات من منطلق ليه لا؟ هو مفيش حاجه ما تقدريش تعمليها. ازيكم؟ جايه لكم النهارده مع بوش يور باشن وانا الحكايه، وحكايه جديده جدا من حكايتها بودكاست. النهارده معانا حد عمل طفره جامده جدا في العلاقات اللي موجوده في المجتمع. اشتغلت كتير وبتشتغل لسه، بس مش هو ده المهم. بتشتغل في بنك، ماشي مفيش مشكله، ليه لا؟ بس في نفس الوقت عملت تجمع رهيب للسيدات. ليه بقى؟ لأن الصحة النفسية للست بتعلى جدا وبتتظبط لما بتلاقي مساحة آمنة. المساحة دي مش لازم تكون مساحة بنخرج فيها بس، لا، دي مساحة كمان ممكن تتكلم فيها، تعبر فيها، تكتب فيها، تحط فيها إبداعاتها. ازيك يا مروة؟ اهلا يا اماني، عاملة ايه؟ انا سعيدة جدا ان انت معايا النهاردة، انا اللي اسعد والله. واتشرفت بجد بجد، ومبسوطه ان انت جيتي، وسعيده قوي بليه لا بصراحه. طب يعني الحمد بتابعك لله. يعني ومش عارفه بدانا منين اصلا. بصي، بدأنا ومن غير ما تضحكي عليا في وقت الكورونا. وقت اه الكورونا ووقت اللوك داون، انا دايما بقول انا مش من الناس اللي بتتفرج على مسلسلات عربي غير في رمضان. في غير رمضان بتابع انجليش بقى ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها. فوقت الكورونا في شهر 6 على ما اعتقد كان بتتعرض مسلسل ليه لا اول جزء. اه كويس. واول جزء كان امينه خليل وشيرين رضا، وكان في جزء شبه حياتي في حاجات معينه. قاعدين بقى لوك داون وقاعدين في البيت انا والكلاب والناس كلها قاعده في بيتها، فقررت ان انا اعمل جروب على فيسبوك. طقت في دماغي امم واقول فيه يا جماعه طب ما نعمل جروب لاصحابنا. بصوا يا جماعه انا هعمل جروب احنا هنقول فيه ليه لا. ايه الحاجه اللي انتي قلتي ليه لا ما اجرب؟ انا خسرانه ايه؟ امم حتى لو مش هتفوزي، حتى لو هتجربي حاجه وهتفشل، امم ليه لا ما اجرب؟ ما فيهاش خساره دراماتيكلي، ما فيهاش امم الحاجات دي كلها. على اساس ان احنا خلاص يعني هنعمل الموضوع ده وقت الكورونا ويخلص والدنيا تخلص، هنبقى كلنا على بعضنا 200 300 500 ماشي ونتسلى. وما اعتقدش ان انا كنت من الناس اللي متخيله انها تو مانج هذا العدد من الستات. لا ما شاء الله، الحقيقه الحكايه وصلت لاعداد مهوله، ووصلت مش بس في مصر، دي وصلت في كندا وفي انجلترا وفي دبي. يعني ليه لا؟ انا بقى حابه قوي نعرف حكايه التريجر او الشيء اللي خلاه يعمل كده وتطلعي بالفكره. هي فعلا مسلسل أمينة خليل. في مسلسل أمينة خليل الأم كانت صعبة شويتين. الخالة حبت تخلي أمينة خليل لازم تستقل عن الأم ويبقى ليها حياة، فعملت بروجرام وعملت حاجة معينة لازم قصادها هي تبقى قاعدة مع نفسها سنة معتمدة على نفسها وتنجح في الاعتماد على نفسها. شبه حياتي شوية، خدت برضو القرار ده من شوية وقت كتير، يمكن داخلين على 22 سنة. مش مهم، ما كنتش طفله يعني. حاجة زي كده. عارفه الارقام دي، بنسى الارقام الموضوع دي ده. مش في حكايتها هنا. ففي وقت القرار ده ما كانش سهل انه تبقى بنت اللي بتاخده وبتنفذه. المجتمع كان لسه برضو من 22 سنة لسه كان في حاجات منغلقه كتير. الحته دي. فعجبتني الفكرة، فانا قلت انا هعمل جروب وهقول انا قلت ليه لا ما اجرب. وحتى كل ما بيجي التاريخ اللي انا خدت فيه قرار بقعد اعدد الحاجات اللي انا كسبتها واقول الحمد لله لو الزمن رجع بيا لورا هاخد نفس القرار تاني، الحمد لله مم. على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فكان بصراحة التريجر وقتها المسلسل. آه. فعملته ودخلت كتبت قصتي بمنتهى الترانسبيرنسي. انا أيوة. يعني مش شايفه ان في مشكله. عالم السوشيال ميديا واسع وضيق. مم. واسع لانه كل الناس بتلاقي كل الناس وبتعرف،
وضيق لانه اي حد بيعمل حاجه against the rule بتتعرف برضو. كنت على جروبات ستات كتير قبل كده، وبرضو الستات judgmental قوي على بعض. فكنت بحاول بقدر الامكان اني احافظ على الموضوع، ما يقلبش بقى تلقيح، ما يقلبش مشاكل، ما يقلبش كلام. فحطيت شويه رولز كتير قوي. وحقيقي برضو فيسبوك بيساعدك، لانه في شويه كلمات معينه هو لو حصل حاجه منهم واتقالت على طول بيطلع لك بوب اب يقول لك انه في حد بيبريتش الرولز. فده ساعدني. انا ادمن الوحيده، معايا 2 مودريتور، ادمن واحنا كنا 300، وادمن واحنا النهارده داخلين على 47,000. التارجت مش الناس، التارجت الكواليتي اوف بيبل وكواليتي اوف ستوريز. يعني ايه القصص اللي احنا بنقولها؟ الناس بتقول ايه؟ بحب قوي الجمله بتاعت انا قريت قصه فلانه وادتني دفعه، او قريت قصه فلانه وحسيت ان انا رغم ان انا كنت فاكره ان انا اللي مريت بيه محدش شافه، لقيت ان انا ولا حاجه بالمقارنه بكذا. صح. ده اللي فرق، ان الناس بقت بتكتب براحتها. ال 800 اللي انا كنت فاكراهم هيبقى population بتاعت 47,000 بتتكلمي في بقوا في اسبوع 1000، تاني اسبوع 3000. عايزه اقول لك ان احنا من اوائل الناس اللي دخلت معانا مريم ابو عوف ومريم نعود، الكاتبه والمخرجه بتوع ليه لا. صح. فهم كمان كانوا بيدوا كومنت لطيفه من كتر حب الناس للمسلسل. وده كان التريجر الاولاني. هو طبعا المسلسل كان ليه واقع جامد جدا على ستات كتيره، بس هي كمان الحته اللي انت بتقوليها وحته مهمه قوي، ان لما بنتجمع ستات ويبقى فيه رولز، طبعا هم صعبين، ما اختلفناش ان انا بشتغل معاهم فانا عارفه كويس قوي، ولكن لما بيبقى فيه رولز معينه ومتفقين عليها ما تصوريش الامباكت بتاع المجموعه. لان النهارده انا بحكي حكايتي وانت بتحكي حكايتك وهي بتحكي حكايتها، الحكايات دي بتكون نوع من تفتيح العين، الوعي، الاحساس بان الحمد لله احنا حياتنا جميله. طبعا كل الناس مفيش حد ما بيعديش بمشاكل وابس اند داونز والحاجات دي كلها. انت بقى في الرحله من اول ما خدتي القرار بتاع 22 سنه، عايزه ارجع بيكي كده 22 سنه واخش شويه كده جوه شويه كده، وتقولي لي الاحساس كان عامل ازاي، وايه اللي كنتي خايفه منه، وايه اللي كنتي لقيتيه بعد ما خفتي وعديتي بالمرحله دي. الحته دي مهمه قوي، لان ساعات كتير قوي ستات كتير نفسها تاخد شويه قرارات ما هياش سهله ايا كان نوعها، وبيقف في حياتها شويه حاجات. لما بنقدر نعرف الحكايه بنقدر ناخد القرار ده بسهوله. بصي هقولك على نفسي من غير ما تضحكي عليا. لا قولي. اول حاجه كنت بخاف منها انه انام لوحدي في البيت. دي حاجه مهمه جدا جدا. لا وانا عايشه مع اهلي، لو انا نايمه في البيت وحد قفل باب الشقه جامد فانا صحيت ولقيت البيت فاضي حتى لو 8 الصبح مش هكمل نوم، استحاله انام في البيت لوحدي. ازاي تخطيتي الحته دي؟ بصي وانا تخطيتها لان كان الاختيارات التانية اسوأ بكتير. انا يوم ما خلاص هسكن جبت مساعده. كانت جليسه لجده واحده صاحبتي وهم بيحكوا لي القصه بالمناسبه، قلت لهم طب انا ممكن اخدها. انا طبعا في الباك مايند بتاعي هي هتبقى ونس، مش فارق معايا التنظيف، انا بنظف وبعمل كل حاجه، يعني اي كان هاندل البيت، بس كان الاساس الونس. انا هاديه، يعني انا في بيتي ما بقعدش في نور، بقعد في اباجوره، تلفزيون ميوت لو مش متابعه حاجه، مش بتاعه دوشه. ما شاء الله ما شاء الله، احنا دخلنا البيت مثلا 10-11 الصبح، بتتكلم للساعه 1 بالليل نون ستوب. صحيت الصبح كان عندي عمال لقيتها واقفه بترغي معاهم على السلم بيظبطوا حاجات، احنا لازم نطبخ لهم حاجه، دول هيتغدوا عندنا. الساعه 2 الظهر كنت مرجعاها لاصحابها. فكان بالنسبه لي ده الاختيار الوحيد. هي والغدا. هي والغدا. قلت لها لا والله ما جبتش اكل. هنا مسافره خلاص، جالي عقد عمل، مش هقدر، ما اقدرش، مش راجعه مش راجعه، فما قدرتش وفعلا مشيتها. فكان لازم اعتمد على نفسي. وقتها كمان كانت كل حاجه غريبه. يعني انا كنت قاعده في كومباوند مش ساكن لسه، احنا بنتكلم على 2004، فالباركينج فيه 4 أو 6 عمارات فيهم عربيتين بس اللي ساكنين، عربيتي واحده منهم. فالدنيا بس كانت لطيفه شويه، كان مديني مود الساحل فكنت مبسوطه. احيانا كنت بنسى ان احنا مش في الساحل، احنا في القاهره من كتر ما انت مش عارفه ده بالعجله ودي بالجنينه ودي بتمشي الكلاب، فكانت الدنيا لطيفه. بصي وانا باخد القرار كنت متخيله اني مثلا
واحده من الحاجات اللي هتفوتني بصرف النظر ان انا ما اتجوزتش، انه اكيد ما حدش هيتجوز واحده قررت انها تعيش بعيد عن اهلها. ما حصلتش، لا يمكن بدل المره 2 و3 وحد اتعرف عليا بنفس ظروفي واتقدم لاهلي ومفيش مشكله، ما حصلش نصيب، بس اقصد حصلت. ما كنتش خايفه من حاجه تانية، كنت خايفه بس، والحمد لله الله اكبر يعني لحد دلوقتي كنت خايفه ان انا تحصل لي حاجه احتاج لحد. مم. حاجه بقى مرض، حاجه صعبه، وبحمد ربنا انا يعني دايما بقول من حاجه كويسه لحاجه احسن. مم. مفيش مره حسيت انه ايه ده، مم. يا ريت اللي جرى مكان، لا مم. خالص. على العكس، كل مره بقول لا الحمد لله، ده فتح لي حياتي في كذا، ده ظبط لي حياتي في كذا، مم. ده خلاني ابقى انا بتاعت النهارده. بس برضو في حاجات كتير قوي بتبقى مش سهله، يعني الاهل مثلا وموقفهم، وقفوا معاك ازاي، وقفوا ضدك ازاي. اه الحته دي حته مهمه برضو نقدر نفهم منها عديتي بصي ازاي بالمرحله دي. بصي طبعا اكيد واضح من الاسم ان انا لازم اكون صعيديه، اكيد مش كده هريدي ده لازم يبقى صعيدي. ودي ودي ادعى ادعى. بابايا طبعا الله يرحمه، لا الموضوع بالنسبه له بتضربيه في مقتل، هو مش بيقبلها من الصبيان، فبالنسبه له انه بنت تاخد القرار ده كان شيء صعب. هاجمه حاربه. بس عمامي ما عملوش كده، بس على العرق العكس. الصعيدي بقى اللي طلع. بس على العكس، عمامي كانوا شايفين انه هي لا، ده هي جدعه، ده هي يعتمد عليها. يعني جزء من العيله، مثلا اهل مامتي ما عندهمش هذا الانطباع. انا كمان عارفه تحسي ان انا شكل ست بس الطبع راجل ب100 راجل زي ما بيقولوا. فما فيش الحته اللي قلقان لحسن يضحك عليها، قلقان، رغم ان احنا برضو في حاجات كتير اتعلمناها. طبعا. انا بابايا ومامتي كانوا منفصلين، ففي حاجات كتير اتعلمناها. مثلا انا ما كنتش عارفه اشتري عيش، ما كنتش عارفه اشتري طماطم، كانت ماما تتريق عليا، هاتي كيلو طماطم اجيب لها 3 طماطميات، تقول لي ده كيلو، اقول لها يا ست قالت لي كيلو هكذبها، بتاعت الست اللي بتبيع في الشارع. فكنا ضايعين انا واخواتي، لانه انا بابايا هو بيعمل كل حاجه من الالف للياء. النهارده لا، انا بعرف اعمل كل حاجه في الدنيا، واقف مع عمال، واقف مع نقاش، ثقل شخصيتي. اوكي طبعا. الحاجه التانية، يعني يمكن انا ضحكتك قلت لك انا بخاف انام لوحدي، بس هو الحاجه التانية ما بعرفش اخاف. يعني طبعا اخاف من ربنا، اخاف من المرض، بس ما اخافش من اي حاجه تانية. فبقف، لا انا هعمل كذا، لا خلينا نعمل كذا، لا الصح بتاعها كذا. وبتشوفي ربنا في كل النتائج، ما انت ربنا بيساعدك. يعني الحاجه اللي تقولي قلقانه منها بتطلع كويسه، واللي احسن منها بيجي. هو الخوف مش عيب، هو طبعا الانسان اكيد لازم هيبقى بيخاف من حاجات كتيره جدا، بس هي الفكره ازاي اخده وامشي بيه ما يعرقليش حياتي او يخليني ما اخدش الخطوات الرئيسيه. ولكن طبعا في احاسيس كتير قوي اكيد بتعدي بيها. نقطه من النقط المهمه جدا ان ممكن حد يسال يقول طب والوحده والاحساس، بتعملي ايه في الاحساس ده؟ انا بقى انا الناس بعد البروجرام ده هتضحك عليا، بس بصي بقى، في الوحده اول مره كتبت البوست بتاع ليه لا، اللي قلت انا مين وعملت ايه في حياتي ودنيتي كان شكلها ايه. فابتدت الكومنتس، في ناس اتاك على طول، وانتي ودي الحاجه اللي بتشكري فيها قالك. فابتديت ارد. انا من ضمن القواعد بتاعه الجروب اللي لازم اي عضوه بتدخل بتوافق عليها، وبتبقى عارفه انه اي بريتش لاي قاعده من دول بتتشال قصادها من الجروب، انه انا دونت جادج، انتي ما تعرفيش الطرف التاني كانت ظروفه ايه وهو بياخد القرار ده. بس لما بتبقى الغلطه معايا بتهاون فيها شويه، يعني ممكن ارد عليكي، ممكن افهم. في ناس كنتي بتردي عليهم فبتكمل مهاجمه، وبعدين ممكن يبقى في تطور فبضطر اشيلها. في ناس بتردي عليها فبتقول لك ميرسي قوي انك فهمتيني كده، انا كنت فاهمه حاجه تانية. فكان من ضمن الحاجات ابتدت الستات ترد على بعض في التعليقات، بس يا عيني شفتوا شكلها وهي بتفطر في رمضان اول يوم لوحدها، ده انا عيطت. فالتانية تقولها دي قطعت قلبي. فرحت داخله في الحوار، قلت لهم بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم حاجه حقيقي، انا بقالي 16 سنه، الجروب كان وقتها فعلا من 16 سنه. طبعا انا بقالي 16 سنه عادي ممكن افطر رمضان لوحدي. من اول الكورونا كنت مبسوطه قوي اني ما حدش بيضرب جرس الباب، ما حسيتش ابدا انه يا عيني. بس انا مش مقياس، لانه انا عايشه لوحدي، عندي 4 كلاب، ما عنديش الاحساس ده. بس في ناس عايشه في بيت، في زوج وفي ولاد، في اهل، بس عندهم الاحساس ده. صح. فهي
ملهاش مقياس حقيقي يعني، مم. ما بقاش ليها مقياس. ليها من جوه انت حابه ايه، ودي نقطه مهمه قوي، لان الارتياح دون هو اهم حاجه في الوجود. فانت بس بتتحركي ازاي، وبعدين اكيد ليلى اديكي برضو دافع جامد في الفتره الاخرانيه، بالذات في ال5 سنين الاخرى. انت من زمان قاعده لوحدك، بس ستيل الجزئيه دي عملت طفره. انت برضو ما شاء الله، بنتكلم في 50,000 فولور، بنتكلم في موجودة في كل حتة، بنتكلم في برامج كتير مشرفانا النهاردة. وكل الناس بتسعى ان هي تعمل ازاي قدرتي تعملي تعملي تديري القصة دي بالذات؟ ليه لا نغني، ليه لا نغني دي فيها ارقام فلكية، فازاي قدرتي تعملي القصة دي؟ بصي، الاساس بتاع الجروب هو حقيقي بس مشاركه القصص يعني، ومش قصص جواز ومش قصص طلاق. هاويفر في ناس طبعا بتحكي قصص، وفي ناس التريجر او التيرنينج بوينت بتاعتها كانت سواء طلاق، سواء مثلا اترملت، سواء. فطبعا القصص دي موجوده، بس دايما بالجانب الايجابي. مش بنحكي اتخانقت معاه وقال لي ومامته قالت لي وانا قلت لمامته والكلام ده كله. اللي هي الحتة اللي لازم ناخد منها الوعي. بالظبط كده. ايه الايجابي اللي انا عملته؟ تخطيت ده ازاي؟ نجحت في ايه؟ ما قلتش انا هقع، او انا خلاص حياتي انتهت، او انا خلاص اتس تو ليت. ما قلناش الحاجات دي كلها. لما بنعمل اي نوع من انواع القصص، الناس بتبتدي تقول يا انا ما فكرتش ان انا ممكن اقدر اعمل حاجه زي دي. يا انتوا خليتوني افكر يا جماعه انا ممكن اعمل ايه. ابتدت الستات تشجع بعض، وبعدين احيانا يتكلموا على بعض، يعني يتكلموا مع بعض على حاجه، فتبتدي تسالها وتاخد نصايح. بتبسط قوي من الجمله بتاعت مروه، انا حقيقي بتبسط وانا حاسه ان انا بكتب في مساحه امنه. طبعا في ناس سحر الترند وسحر اللايكات والحاجات دي كلها بيخلي ناس احيانا بتاخد بوست وتنشرها عندها وتعمل يلا نتناقش والى اخره، ويبقى ادخل بتعرفي ده اللي انا بقوله لك. قد ما السوشيال ميديا كبير قد ما صغير بتعرفي، وبتيجي تقول لك لا طيب الحقيقه انا شفت دي كذا، في حد واخد كذا كذا كذا. لما الموضوع ابتدى يوسع وال 500 600 اللي انا كنت فاكراهم العدد بقى يكبر، قلنا احنا طبعا في الكورونا كله قاعد في بيته، طيب عايزين مره نتقابل. ابتدت الستات تتعرف على بعض، عملوا عشاء صغير عزموني فيه مجموعه ستات من مناطق مختلفه، ورحت العشاء واتبسطت قوي. كلهم ستات من الجروب، كلهم اتعرفوا على بعض من الجروب وعملوا الكوميونيتي دي. طيب ابتديت اتفرج على رايحين الفرقه التونسي اللي بتغني، فعجبتني الفكره، طب ما نجربها. انا كنت كورال في المدرسه، بس عشان ما بعرفش ارسم، مش عشان صوتي حلو، انا كنت بهرب من الرسم بالكورال كويس. فبفكر اعمل دي العشاء اللي كنت فيه، ولقيت واحده داخله تكتب على واتساب يا جماعه ادعوا لي انا النهارده عملت PCR وانا بوزيتيف كورونا. واحده كانت في العشاء، لقيت 11 بيردوا بوزيتيف، رحت موقفه البروجكت وما قدرتش اعمله. وقلت ايه لا هستنى، وكنت رحت. ودايما احب مننا فينا يعني، انا بدور على ست بتعزف، عندي ست تانية عندها زي استوديو هي بتدي فيه كلاسز وكده، ممكن ناخد مكان نغني فيه. فنبقى مننا ايوه فينا. انت كوميونتي كبيره اصلا. مش فدايما ببقى عايزه اللي ده اللي يحصل. ما عملناهاش، عدينا 2020 دخلنا على 2021، برضو الدنيا ما كانتش احسن حاجه. النص التاني من السنه عملنا اول خروجه مع اتنين من العضوات عندهم جروب خروجات، قلت لهم بصوا احنا عايزين نخرج وعايزين كذا 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 تحت شعار ليه لا. عملنا اول خروجه وابتدت الستات تتعرف على بعضها، كانت في الخروجه 150 واحده ست. لقيت الناس عايزه ده العادي. يا جماعه بس انا مش جروب خروجات، انا بشتغل، عندي حياتي وشغلي، عندي مانجنج انك انت لازم تشوفي البوستات وتراجعيها، عندي حاجات كتير قوي. فابتديت اللي يقدر يرتب والناس تديني فيدباك. اوكي. ابتدت الناس عندها حاجات كتير، وابتدت الدنيا تبقى كويسه في الخروجات، فيلا نعمل ليه لا ما نغنيش. حد من العضوات برضو ليها بدأت ازاي؟ هي نفس الفكره دي، انا عايزه اعمل ليه لا ما نغنيش. وكان عندي حد من العضوات هي بتعمل خروجات، بترتب فطار، هي بتعمل الاوتنجز دي، طب يلا نعملها. قالت لي هشوف مكان. شفنا مكان، جمعنا الناس، طبعنا الاغاني، جبنا حد بيعزف وجربنا. انا بلاقي عاملين كتالوج للاغنيه وعاملين لا ريهرس. دلوقتي بنعمل ودلوقتي بنعمل دريس كود كمان بقى. كل مره يبقى فيه دريس كود شكل ماشي معاه. يعني في اكتوبر كم العدد بيبقى تقريبا؟ بصي احنا ابتدينا 30، احنا دلوقتي من 80 ل 100 في المره. فإت از سيكشن جامعه بقى، مش كلاس مدرسه. احنا ايه ده محاضره.
وعايزه اقول لك ان انا احيانا، انا دي الحاجه الوحيده بصراحه اللي بمانجها بايدي، يعني كانت معانا حد وما بقتش موجوده، فانا دي بمانجها بنفسي. ليه؟ مشاكلها كتير، الحجوزات واللخبطه فيها كلام كتير، والستات محتاجه برضو ايه، هندله. ايوه. اي نو ان انا اي كان دو ات، يعني حتى اصحابي يقولوا لي انت ممكن تعملي كده، احنا ما نقدرش، لما حتى نبقى بنرتب خروج عاديه، يا اه. جماعه قولوا 1 2 3 وخلاص. اه. انت تعملي كده الناس هتتقبلوا منك، احنا ما نقدرش. ليه يا جماعه؟ ما انا زيكم، انا اكيد ما عنديش حاجه زياده. فهي الفكره انه الدنيا محتاجه تحط لها 1 2 3، الناس بتلتزم وبتلتزم. دي حتى في الاشارات. بتجيبي فرقه بقى ولا بتعملي بجيب ايه؟ حد مين واحد المايسترو اللي بيعزف، لا بجيب حد واحد بيعزف، كان معانا حد وبعدين مشي وبقى معانا حد تاني تقريبا معانا، بقاله معانا سنتين دلوقتي. مم. هو فهم الستات وفهم الكونسبت، والستات فهمته. ما حدش جاي يغني عشان هيطلع على الاوبرا بعد كده. الناس جايه تغني عشان تطلع طاقه. فما بقاش بيزهقهم. احيانا تيجي لي مكالمه، مروه انا صوتي وحش قوي، تعالي وما تقلقيش، ولا واحده فينا رايحه الاوبرا. مروه انا عايزه اجي ونفسي اجي قوي بس انا لوحدي، تعالي وهيبقى عندك اصحاب، ما تقلقيش. اللي بتيجي لوحدها دي مبدئيا بتقابل احيانا قرايبها جوه المكان، وبتعمل صحاب. صدقيني مش هتندمي، تعالي كانك مسافره لوحدك، كانك بتعملي اي حاجه لوحدك. عندي ناس لحد ال80 بتحضر معانا وبتغني، وهم ويلنج ان هم يغنوا وحافظين. احنا كمان معظم الحاجات اللي بنعملها اغاني قديمه على الجديده الهاديه، مش مهرجانات ومش الحاجات دي كلها، فحتى الكبار عارفين الاغاني وحابينها. جت صديقه من كندا كانت موجوده في مصر، وتعرفنا على بعض في خروجه في الساحل. كنا عاملين من سنتين خروجه في الساحل الطيب وخروجه في الساحل الشرير، وابتدينا اتقابلنا مع الناس وقعدنا، فتعرفت على غاده من كندا. قالت لي افكر اعمل ليه لا ما نغنيش في كندا، انتي بتعملي ايه وبتظبطي ايه؟ قلت لها بصي 1 2 3. هي وسحر عملوا ليه لا ما نغنيش كندا، وحطوا عليها كندا الفلاج، وبقت ما شاء الله ما شاء الله كل شهر بتتعمل هناك. في ليلة دبي لسه معمولة ليلة دبي. احنا كنا في وقت من الاوقات هنا بنعمل في بيوت، يعني كنا عملنا في مرتين 3 في استوديوهات، وبعدين لما العدد زاد فعضوة من العضوات وكانت صديقة ليا ادتنا الجنينه بتاعت الفيلا، فبقينا بنعمل في الجنينه. صاحبتنا دي راحت دبي، قالت لي مروه انا بفكر اعمل ليه لا ما نغنيش لستات دبي. قلت لها جو اهد، يلا بينا. بس يلا كلها بينا. مضمومه على نفس ليه لا، ولا كل واحد ليه صفحته المنفصله؟ بصي كل البيز ليه لا، يعني مثلا هي نرمين في ليه لا، نرمين هتجيب اماني في ليه لا. اماني عندها سين او صاد او عين عايزه تضمهم، بتضمهم لليه لا، وبتضمهم على الجروب. ومفيش حد بصراحه بيرفض انه ينضم لليه لا. يعني بتلاقي لا الناس اوكي ويلنج وعايزه تعرف وعايزه تقرا وعايزه تشوف. ده اللي عمل الحياه بقت شغله الناس. انت بقيتي بتشغلي الناس طبعا. انت كمان مش كل حاجه شغاله على ليه لا نغني، انت برضو عندك نظام في الجروب، ان في ايام بتعملي كذا وكذا وكذا. برضو مهم قوي ان انت تدينا برضو فكره عن ايه الاكتيفيتيز او ايه الانشطه اللي موجوده على الجروب. بصي لما ابتديت الجروب كانت الفكره كلها ان احنا في الكورونا هنقعد نحكي ونكتب على السوشيال ميديا، وبعد كده كل واحد يروح لحاله لما الدنيا تخلص. يعني لو الكوكب ما كانش قفل وقتها كان خلاص اللوك داون هيخلص وهنمشي كويس. لا الموضوع مطول والناس بتزيد وبتزيد قوي. ابتديت احس ان انا مسؤوله عنهم. ابتديت احس انه لا طب انا عندي واجب ناحيه الستات دي، مش قادره اقول ايه هو ومش قادره اعرف ايه هو، بس عايزه اساعد. وقت الكورونا مشكله، في ناس كتير سابت شغلها في اماكن كتير، وناس بنتكلم سواء صغيرين او كبار قوي. فابتدى يبقى في كبار مناصب، يعني مناصب. فابتدى يبقى في الستات بتعمل حاجات في البيت، بتعمل اكل، بتعمل مربى، بتعمل شغل. طب يا جماعه ما تيجوا نعمل دعايه. فابتدت الناس تتكلم ان انا طيب هتاخدي قد ايه؟ طب قلت له لا انا مش عايزه اخد حاجه، انا اوريدي بشتغل وما عنديش مشكله، انا بس مش هبقى عامله جروب كله كل يوم نعمل دعايات. فاحنا هننظم يبقى يوم الاحد بتاعنا ده الدعايه. اي ست عندها بروجكت هي عايزه تعمل دعايه عنه تعمل دعايه عنه. موضوع بقى لطيف جدا، والستات بقت بتعرض والستات بقت بتشتغل، والستات ابتدت تشوف الستات التانية انها عملت كده ونجحت فابتدت تعمل. النسبه بتاعه اللايف كوتش والبيرنت كونسلتنت والحاجات دي كلها زادت عشان ما ندخلش الدنيا في بعضها، فبقيت مديهم يوم الاثنين. ما جيتش في يوم وليله طبعا، عملت الجدول، بس كل ما بتبقى مجموعه قدامي في حاجه معينه بعملها.
عندنا ما شاء الله ما شاء الله كاتبات كتير قوي، فبقينا بنعمل مناقشات الكتب، الناس عايزه تعمل دعايه لكتاباتها، الناس اللي بتحب تكتب خواطر وحاجات دي، يلا يا جماعه يوم الثلاث اي حد عنده موهبه، قصه قصيره، خواطر، اي حاجه ننزلها يوم الثلاث. يوم الاربع ده كان يوم يتيم، وبعدين لقيت واحده من العضوات بتقول لي مروه انا بحب اظبط جوازات. قلت لها انا ما بحبش والموضوع ده انا ماليش فيه خالص. اه قالت لي طب اديني فرصتي، وانا قلت لها الناس هتطلع روحي. قالت لي لا اديني فرصتي. وفعلا قعدنا شويه، هي اللي عنده عرايس بيقول واللي عنده عرسان بيقول، وهي بتبتدي تكونتاكت ذم وتساعدهم، ومرتين ثلاثه اربعه لما بتبقى في حاجه تيجي تقولي ده فلان وفلان ربنا كرمهم مش عارفه ايه، فبرضه كانت لطيفه. الدنيا صعبه، صعبه في الستات وصعبه في الرجاله وصعبه في طبعا طبعا الاهالي، كل حاجه. فهي جت في النص ايه واستقالت كويس. فبقى عندنا يوم الاربع فاضي، رجعنا شغلناه بالبروجكت بتاعت الاطفال الصغيره اللي مش انتربرينور، بس مثلا ايه 14 16، احنا مش شاركس تانك بس بنساعدهم. فابتدت اوكي الامهات تحط انه ده بروجكت بتاع ابني بيعمل كذا وكذا وكذا، ده اوكي البروجكت بتاع بنتي. اوكي. طب يا مروه احنا عايزين شغل، بندور على شغل، فبقينا بنخلي يوم الخميس ده البحث عن وظيفه او موظف. مم. عندي ناس من كل حته، مم. احنا يعني احنا ما شاء الله كوميونيتي كبير قوي، مم. فبالتالي في ناس عندها شغل، مم. وفي ناس بتشتغل ومش عايزه تكمل في شغلها، وفي ناس بتدور على شغل. مم. بقى كل واحد من حقه يكتب الحاجات دي كل يوم خميس. ناس بتشغل ناس. لسه من كام يوم جايه لي مسج على الماسنجر، مروه فاكراني انا فلان فلانيه اللي كنت نزلت الشغل وجالي شغل ومش عارفه ايه، انا حبيت اقول لك ان انا اترقيت في شغلي. بصي الحاجات بقى اللي بتخليني احس ان انا بارت من العيله دي، يعني انا دايما اقول لهم ايه، انا بحب العيله الكبيره مم. قوي، فانا اقول لهم انتوا عيلتي الكبيره قوي، انتوا بتطبطبوا على قلبي، لا انا ببقى مبسوطه. صح. إيه، ممكن تلاقي عضوات وفي جروبات كتير بس تبعت لك صور خطوبه ابنها، تبعت لك صوره خلفه بنتها، مم. فانت بقيتي جزء من كل عيله. مم. علشان كده دايما بحاول، يعني انا بقول لك اي اتاك او غلط يحصل معايا انا هغطيه، بس مم. اي حاجه هتتعمل مع حد تاني لا، مم. على طول باخد اكشن. طبعا العيلة الكبيرة دي عيلة جميلة، مسؤولية برضو مش حاجة سهلة. والأيام كتير بتحصل فيها حاجات كتيرة. ايه الحكاية اللي انت مش قادرة تنسيها في مدار ال5 سنين اللي حصل فيهم ليلى؟ بصي في كذا حكايه. في دي ما كانتش حكايه، دي حكايه وعن عضوه، وعضوه مش مصريه واكتف جدا والى اخره، وقعدنا سنتين او 3 سنين بن انتراكت مع بعض، وبعدين قالت لي انا جايه مصر الاسبوع الجاي. انا نسيت اقول لك من ضمن الحاجات اللي عملتها كمان، عملت للناس جروبات مناطق، انا مش اه قادره اخلي الناس تخرج مع على بعض. الفيسبوك ولا واتساب. واتساب؟ فالاسهل تواصل اسهل، بيقدروا يجمعوا بعض. مهندسين ليها جروب، المدينه نصر ليها جروب، والرحاب سوري مدينه نصر مصر الجديده تجمع ورحاب وانت اون، وابتدوا يخرجوا. فلقيت الست دي بتكلمني، هي كانت حطت قصتها ان هي ما اتجوزتش، بس هي موجوده عايشه في لبنان، وهي بتخدم ابوها وامها. امها توفت، وبعدها بشويه ابوها توفى، وما كانتش بتقدر تسيبهم، بس دلوقتي هتقدر تبتدي حياتها وتسافر لاني ما بقاش عندها الريسبونسابيلتي دي. قالت لي انا جايه مصر والى اخره. طب انا عايزه اخرج معاكم. قلت لها بصي انت جايه اسبوع وعندك فيه التزامات، هو بالصدفه في خروجه للمهندسين، مم. تخرجي مع جروب المهندسين دي فيها بتاع 20 او 25 واحده ست. قالت لي يا ريت. جت اتعرفت على كل الناس، وكانت في منتهى السعاده انه ناس من العالم الافتراضي اللي هو السوشيال اه ميديا، اه هي قاعده معاهم بتتكلم واحنا بنتكلم، وكان في يومها كمان مناقشه كتاب. سافرت اسبوع او 10 ايام وتوفت. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا حتى قعدت اقول ايه ده، طب انت ليه جيتي، ليه عرفناكي، يعني غير ما تبقى على في السوشيال ميديا لما انت دي شفتيها. ما كنتش مصدقه، وبعدين بقول يعني معقوله احنا اخر حاجه كانت في حياتها، اخر مم. حاجه هي اتبسطت وهي بتعملها. مم. مم. ده هزني. كان في قصص يعني برضو حزينة، however حتى النهاية بتاعتها مش حزينة، وكانت أعتقد دي كانت من كذا سنة لأن كانت في عز الكورونا، وكانت واحدة من العضوات عايشة برا مصر وفي دولة من الخليج، وعندها 3 أولاد، وحصلت حادثة، التلاتة راحوا. التلاتة راحوا. صعبة دي أوي. الزوج ساب البلد ونزل، هي كملت وكملت شغل
لغاية ما بقت المسؤولة عن المستشفى الرئيسي في الدولة دي للكورونا، اللي هي أكبر مستشفى منظمها الحكومة. بتتكلم عن الإنقاذ، وبتتكلم إن هي حاسة إن ده كله ربنا بيعوضها عن ده، فهي مشغولة، هي بتحاول إن الناس تعيش، هي بتحاول تنقذ على قد ما تقدر. فدي قصاد دي بقوتها. انا كمان المشكله ان انا بقرا القصه الاول قبل ما تنزل فبعيط، وبقراها بعد ما تنزل فبعيط بالظبط تاني كده. لما يجي كومنت. طبعا. فاي حاجه صعبه بس وراها حد جامد، وراها حد عارف يقف على رجله، حل القصه بطريقه تانية. عندي يمكن من اصعب الحاجات، يعني اي حاجه تانية مش بتبقى صعبه، دايما بتبقى الوفيات، فعشان كده هتلاقيني مش قصدي ابقى كئيبه، بس هي دي اكتر حاجه. عضوة مش عايشه في مصر، عايشه في امريكا، بنتكلم في التليفون، قالت لي انا جايه مصر، انا عايزه اخرج لما اجي مع جروب. طب انا هظبط الخروج على بال ما تيجوا. برضو لما جت، لا جت ومعاها بنتها، وسبحان الله هي كانت جايه في شهر 4 اجلت 8، وبنتها جت معاها، بنتها توفت هنا. لا حول ولا قوة. فبرضو بتفتحي لا وبعدين بقى انت بتحسي ايه، مسؤولة عن مسؤولة. لا والست دي لا انا اعرفها، يعني انا كنت اول مرة اشوفها وانا رايحة اعزيها في بنتها. لا انا هروح العزاء وهسلم عليها، انا خلاص اعرفها. عندي ناحيتهم مسؤولية، عايزة دايما اعمل جديد. انا كنت في سفرية من احنا كمان عملنا، بس لسه ما عملناش فيهم حاجات كتير. اللي لا ما نلعبش، اللي لا ما نسافرش، اللي لا ما نلعبش. عملوا كلاس الزومبا، عملوا بيترتبوا كلاس طبلة، تعليم طبلة، وعملنا كلاس رقص هندي. فبرضو الستات راحت. ليه لا ما نسافرش، عايزين نعمل عليه سفر. كنت في رحلة لطيفة في كريسمس ونيو يير، عجبتني قوي الشركة، فظبطت ان انا هروح اقعد اتكلم معاهم بحيث يظبطوا حاجات للستات دي. صح. انتي لك ان تتخيلي ان كم الستات اللي بقت بتسافر لوحدها كبير قوي. طبعا كتيره جدا. عايزين انا معايا واحده من العضوات عملت ده بقى من البروجكت، قالت لي انا عايزه اطلع رحله، هي كانت شغاله في السياحه، عايزه اطلع رحله وبفكر اعمل رحلات انترنالي. قلت لها طيب اطلعي الرحله وشوفي الدنيا فيها ايه. طلعت وعملت وتعرفت وفي يوم وليله لقيت انفيتيشن، تعالي النهارده اللونشنج بتاع شركتي، انا عملت شركه وانتي تطلعي معانا الواحات البحريه. كل الحاجات دي حاجات حلوه. صح. ما حدش وقف في مكانه. في ناس بتخاف، في ناس بتخاف، بس في ناس كتير قوي بتجرب. لا والحكايات دي بتخلي الناس تبقى عندها الشجاعه انها تجرب. ليه لا فعلا؟ ايه اللي هيمنع؟ مفيش حاجه تمنع. بالظبط. السبورت سيستم برضو مهم. ف عايزاكي تقولي لي كده الدعم من قريب ومن بعيد كان من مين، ومين اللي كنت متوقعه وما خدتيوش، ومين اللي مش متوقعه وخدتيه؟ الدعم بصفه عامه، دعم ليكي في المراحل المختلفه، بالذات من اول ما بداتي. ليه لا؟ بصي الدعم لا مفيش حد كنت متوقعه منه دعم وما خدتوش، بس في ناس ما كنتش متوقعه منها دعم وتقولي. يعني انا عندي حد من زميلاتي، وهي كانت مديرتي في وقت من الاوقات، لا اعملي كذا، لا قولي كذا، مروه وسعي. احيانا طبعا بتتريق عليا ان انا بعمل الموضوع كل حاجه في الحياه فور فري. لا انت لازم توسعي كذا كذا كذا، لازم تكبري في الحته دي. كنا في ايفنت وكانت حاضره الايفنت امينه خليل، مروه لازم تفهميها ولازم تحكي لها عن الجروب، اعملي كذا. وانا مش شخصيه شاي خالص، على العكس انا اكستروفيرت للنهايه، ممكن اتكلم مع اي حد ما اعرفوش، بس مثلا لا ما بفكرش في القصه دي، لا لازم تعملي كذا كذا كذا. لما تشوف اي حاجه بتتعمل للخير، انا مثلا انا من الحاجات اللي منعها في جروب التبرعات، بس انا سبورت كامل لاهل مصر وبهيه، ودايركت على الاماكن بالهدوم بالاي حاجه هتتعمل. ممكن في خروجه يا جماعه هنلم هدوم لبوتيك بهيه، نلم هدوم يا جماعه، هنعمل كذا. فلا انت ليكي في السي اس ار، لا انت بتظبطي كده وانت مش واخده بالك، فهي دايما شايفه حاجات اكتر من اللي انا ببقى شايفاها، غير ان انت بتبقي منغمسه في الموضوع. بالظبط كده. وبعملها من جوايا عشان دي انا، فانا مش حاسه ان انا بعمل ده عشان ده، انا بعمل ده عشان انا مروه، عشان انا مبسوطه كمان. بالظبط كده. ده شغفك بالظبط. فبس ما اقدرش اقول لك ان في حد ضايقني او كنت مستنيه دعم، لا على العكس. بتحصل مشاكل، ومشاكل الستات صعبه واحيانا بتبقي انت مش طرف فيها، بس عارفه كبير العيله اللطيف ان انت بالنسبه للناس دي كبير العيله، صح. فحتى لما ما بتبقيش طرف
وحصلت مشكله، البوث سايدز بيلجأوا ليكي وبيحتكموا رايك، يعني لا بالظبط. يا جماعه هنعمل كذا كذا، اتس اوكي، حلو مفيش قوي، مشكله. حلو قوي. فدي حلوه قوي. ايه الحكايه اللي عايزه تقوليها للستات من منطلق ليه لا؟ والله هقولها دايما، هو مفيش حاجه ما تقدريش تعمليها. مم. بنتكلم طبعا على الحاجات الطبيعيه والحاجات اللي ما تبقيش خايفه. مفيش حاجه اسمها تو ليت، مفيش حاجه اسمها كبرت. مش هقول بقى كان امبارح عيد ميلادي الكام، بس كل سنه وانت وانتي طيبه. طيبه. مع ان انا عامه بقول ما عنديش مشكله لا يعني انا امبارح كان عيد ميلادي ال 52. ما شاء الله. انا مش حاسه ان انا بتعامل ك 52، يعني انا اما بشوف صور جدتي الله يرحمها، هي توفت 55 او 56. مش عارفه، لا كان هي في فرق جدتي، جامد. هي كانت جدتي وهي 52. انا مش جدة حد يا جماعه خالص، مفيش. فهي جمله تو ليت. انا بقى ممكن اعدلك عدد الستات اللي ابتدت حياه وبروجكت وشغل ودنيا جديده من 60 61 وانتي طالعه. صح صح. كتير جدا. كل واحده انا ببص لها وبسمع حكايتها بقول لها طب يلا نتقابل في لايف وتقعدي تحكي للناس، انا ببقى مبسوطه. صح. مع اني مش اكيد هعرف اعمل زيها، انا ما بعرفش مثلا اسمها الضم الفتله اوكي، بس ما بقعد اسمع بتقول لي انا بنزل، واحده من الستات بتقول لي بصي انا اسكندرانيه هي بنزل سنه الستات يا مروه، ابص على البرودكتس وتشتري شويه حاجات وتروح البيت هتكريت بيهم ايه. اميزنج. هي دي. وفي ناس ما خلاص عمرك ما هتعرفي تغيريها. صح. بس اللي انا شايفاه لا بس ممكن تديها دعم. هو ده اللي بقوله، هي الناس ابتدت تشوف بعض وابتدى حد يشجع حد، طب ما تيجي انا هشدك معايا. ده اللي انا بقول، الكوميونتي فاد بيه الناس. انا سعيده جدا باللي بتعمليه، وعماله افكر طب هنستفيد ازاي بعد كده، بعد ما اخلص البودكاست هنقعد سوا نشوف ازاي نقدر نساعد ستات كتيره طبعا بموضوع ليه لا، وازاي نقدر نخش للناس اللي هي بتعمل الحاجات دي برضو، لان دي حاجات جميله بنحب ان احنا الناس تبقى عارفاها وتشترك فيها وتحس بكيانها ووجودها في حكايات كتير واحداث كتيره، وفعلا ليه لا. انا اتشرفت بيكي جدا النهارده. ميرسي جدا، وميرسي وحكايه جميله. حكايه جميله وحكايتها، وانا فعلا سعيده جدا جدا جدا. وليه لا يا جماعه نعمل اللي احنا عايزينه مع حكايتها بودكاست وانا الحكايه.